اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه كده؟ طمنونا عليكم، لان انا بقالي طبعا شويه كده ما نزلتلكوش، والصراحه وحشتوني جدا جدا. بس الواحد بعد العيد جاله كميه كسل فظيعه. وطبعا الشقه احنا كنا منظفينها ومرتبينها في العيد، فما كانش في حاجه ان هي تتعمل، وكنا طبعا بنخرج وكده، فالصراحه ما كنتش بعرف ان انا اصور لكم كتير. فقلت لا بقى، يعني ابطل بقى كسل واقوم كده اتشجع معاكم ونعمل روتين حلو كده. انا اماني، ودي قناتي. اللي لسه طبعا ما اشتركش في القناه واول مره يشوف قناتي، ما ينساش ان هو يشترك في القناه، وكمان يفعل زر الجرس. واهم حاجه زر الجرس علشان اي فيديوهات جديده ننزلها توصله. وكمان تحطوا لي لايك حلو كده، ويلا نبدا الفيديو. طبعا انا اول ما بقوم من النوم، الروتين اليومي اللي بعمله يعني ده ما بياخدش مني الصراحة 10 دقايق كده. لو في حاجة مثلا متبهدلة بعملها، وبدخل على طول على المطبخ. فزي ما شايفين بقى، في اول الفيديو دخلت على الصالة، كان فيها كذا حاجة كده متبهدلين. عملت كده الركنة، وطبعا فتحت الشبابيك. اهم حاجة عندي اول ما بصحى كده بفتح الشبابيك كلها بتاعة الشقة. ففتحت الشباك، وعملت كمان بقى كذا حاجة كده. لو في طبق بقى، في كوبايه، في حاجه، باخدها كده على المطبخ على طول. وظبطت طبعا زي ما قلت لكم المخدات كده بتاعه الركنه. ويعتبر كده الصلاه خلصت معايا. دخلت كمان على الاوضه. الاوضه عندي هنا برضو بعمل بس السرير، وبفتح الشباك. انا طبعا كنت مغيره المفرش بتاعها قريب، فالصراحه يعني قلت يعني بسيبه مثلا يومين او 3 كده لما اغيره. فعملت بس الكوفرت عليها وخلاص. وزي ما قلت لكم الروتين ده، يعني الواحد اول ما بيقوم من النوم بيعمله، بتلاقي الشقة معاكي نظيفة، وما بتاخدش منك 10 دقايق بالظبط. فالروتينات بقى العميقة بقى، اللي هي تنظيف الشقة طبعا والخشب والحاجات دي بنعملها كل اسبوع، لان طبعا احنا طالعين من عيد، وكمان كنت عاملة معاكم الشقة كلها. فالصراحة قلت لأ، يعني ما نقعدش بقى نبوظ في صحتنا كده. الحاجة اللي مستاهلة ان هي تتعمل بعملها، والحاجات اللي هي نظيفة خلاص. خلصت بقى الشقة، ودخلت بقى على المطبخ. قلت اعمل غدا، كنت اعمل كده لحمة. فكنت حاطة كده المية بتغلي. بعملها على طول في الحلة اللي هي بتاعة الضغط دي، ما بتاخدش مني وقت خالص. لما بكون مستعجلة كده وحابة ان انا انجز كده في الاكل، بعملها على طول في حلة الضغط. عملت كده، حطيت بقى اللحمة بعد ما المية غليت. وعملت كمان قصادها كده رز بشعرية. وخلاص قفلتها بقى، وهحسب لها الوقت بتاع. انا بحسب مثلا 40 دقيقة، وبفتح عليها لو لقيتها استوت خلاص. ما لقيتهاش استوت يعني بسيبها كمان مثلا 10 دقايق، يعني بتابعها. وهعمل بقى الصلصة، لان هعمل هنا اللحمة في بطاطس. انا بحبها الصراحة في بطاطس، يعني انا مش من هواة اللحمة قوي. بس بحب ان انا اعملها في حاجات تانية، يعني في بطاطس مثلا ان انا اعملها كفتة. انما اللحمة المسلوقة دي ماليش فيها قوي. فقلت يعني اغير بقى من الاكله كده، واعملها في بطاطس. عملت هنا طبعا الصلصه وكل حاجه معايا جاهزه، ببقى مفرزاها في الفريزر. علشان انا لو قمت متاخر، يبقى عندي كل حاجه جاهزه، اقوم على طول اعمل اكل ما بياخدش مني وقت. فعملت ايه بقى، البصل كان متفرز معايا، والثوم نزلت بقى بشويه زيت، وحطيت بصلايه وفص من الثوم كده مفروم. وحطيت بقى الصلصة، كمان الطماطم انا برضو مفرزاها عندي في الفريزر. وخلاص لما بدأت تفك بقى كده، حطيت لها البهارات بتاعتها، الفلفل الاسود والملح وشوية شطة. ويعتبر كده جاهزة معايا. وهنا بقى الرز بشعرية كان خلاص جاهز معايا، هقلبه بقى كده، هديله تقليبة حلوة واغطي عليه. وكانت كمان اللحمة استوت معايا. فقلت يعني اخلص بقى يعني او اطفي على الاكل كله. وابدأ بقى اجهز كده الصينية بتاعة البطاطس. انا البطاطس الصراحه بحب ان انا اعمل اول بصلايه كده بقطعها شرايح خفيفه. ويعني بدعكها كده بفلفل اسود وملح الاول قبل ما احطها في الصينيه. بصراحه بتدي طعم حلو قوي لصينيه البطاطس، وبتخليها في حته تانية. الحركه دي مش بحط بس بطاطس كده وعليها الصلصه. فزي ما انتم شايفين بقى، حطيت الفلفل الاسود والملح، وهديلها ايه يعني دعكه بسيطه كده. علشان البصل كله يبقى متبل حلو. المهم بقى نيجي كده، قولولي عملتوا ايه كده في العيد، وعملتوا ايه كمان بعد العيد. انا يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا طبعا اوريكم الاجواء بتاعه العيد عندي. بس زي ما قلت لكم الواحد يعني علشان الشقه نظيفه، فجاله شويه كسل كده، ان هو يعني هقوم اعمل ايه وكده. وكمان كنا بنخرج. فالصراحه الفلوجات بتاعه الخروجه مش بتجيب لي مشاهدات كتير.
او مش بشوف عليها تفاعل كتير، فبقول بقى استمتع بالخروجه كده ويعني ما صورش. فلما لقيت بقى الشقه خلاص بدات ان هي تتبهدل، قلت لا قومي بقى كده تشجعي وقومي كده، ابدأي كده ننضف بقى الشقه وطبعا ونعمل بقى الاكل سوا كده، لان انتوا وحشتوني جدا. واهم حاجه عايزه التعليقات والكومنتات الحلوه دي اللي بتشجعني وبتخليني ان انا اصور لكم على طول. المهم بقى هنا كانت الصلصة كانت اتعملت معايا، هي طبعا تقيلة، فانا بحطها كده على البطاطس وبحط لها كوباية مية وبسيبها بقى كده تاخد غلوة الاول على النار، يعني لان اللحمة معايا مستوية، فالصراحة بسيب البطاطس تستوي الاول على النار وبعد كده بحط فيها اللحمة وبعدين بدخلها الفرن. وهنا بقى كنت خلاص بقى حطيت لها كده الميه بتاعتها، وهحط بقى شويه فلفل اسود وشويه ملح، وزي ما قلت لكم هسيبها بقى تاخد لها غلوه حلوه كده على البوتاجاز. قولوا لي بقى حابين الفيديو الجاي يكون عباره عن ايه بقى، روتين تنظيف ولا يعني قولوا لي افكار كده ان انا اعملها لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وهنا بقى كان خلاص الغدا بتاعي جاهز كده، عملت صينيه بقى بتاعه الحلوه دي، كنت انا برضو اللي اتغدى بس. فهنا عملت بقى طبق الشوربه والرز بشعريه واللحمه ببطاطس، ودخلت بقى على غسيل المواعين. طبعا قلت اخلص بقى كده اللي ورايا كله علشان اقعد ما يبقاش ورايا اي حاجه خالص. فهنا خلص بقى خلصت المواعين وكمان ظبطت المطبخ كله وغسلت الحوض. وخلاص بقى وصلنا لاخر فيديو، ما تنسيش يا حلوين الاشتراك في القناه، واقول لكم مع السلامه.